السلام عليكم. النهاردة هنعمل صينية بطاطس من بتاعة زمان، من بتاعة أمي. حاجة كده طعمها يجنن وهتشرفنا كمان في أي سفرة. أهم حاجة هننزل باللحمة. أنا سلقت اللحمة في مية سخنة جامد، وبعدين هنشيل منها الريم. أنا كنت مقطعة فيها بصلاية، وبعدين هننزل ببصلتين، وهننزل بالثوم، وهننزل بالورق اللوري، وكمان آه رشة ملح، رشة فلفل اسود كمان. وبعدين هنعمل صينية البطاطس. نزلت ببصلاية كبيرة طرنشات رفيعة جدا، وثلاث فصوص من الثوم، ويكونوا ناعمين، مش شرط يكونوا مفرومين. وهننزل كمان برشة من الملح ورشة فلفل اسود، وبعدين هنفركهم كويس جدا لحد ما ينزل السوائل بتاعته او مية البصل. دي بيخلي طعم البطاطس في حتة تانية خالص. وبعدين هننزل بالبطاطس، اي كمية متوفرة او اي حسب افراد الاسرة. وبعدين هنظبط البطاطس. دي بطاطس كبيرة، ففي منها كبير وفي منها صغير، فما فيش مشكلة خالص. نزلت كمان بقرنين فلفل حامي وفلفل بارد، ونزلت كمان بعصير الطماطم. طب انا الطماطم حمرا عندي وحلوه قوي، مش مشكله احط صلصه. انا كده شايفاها حمرا كويس. هنزل عليها بكوبايه ميه، وهقلب البطاطس مع البصل. وبعدين هنزل عليها برشه من الزيت كده، وكمان معلقه سمنه، وهندخلها الفرن او هنحطها على النار. بعد ما نحطها على النار اللحمه استوت، هناخدها. يعني مش سوية حوالي 90%، لا، هناخدها حوالي 80%. هندخلها الفرن، وبعدين هتطلع بالجمال ده. بجد طعمها وهم، والف هنا وشفا على القلب.